السلام عليكم. رد فعل لا يصدق من وليد الفراج بعد فوز الأهلي على جورماهيا الكيني في مشواره وافتتاح مشواره في دوري أبطال إفريقيا. شاهد ماذا قال. في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. بعد فوز النادي الأهلي على جورماهيا الكيني في مباراة الذهاب التي لعبت في كينيا، ليصبح الأهلي قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا قبل مباراة العودة. فقد دخل على الخط وليد الفراج وأدلى بتصريحات لقناة MBC وقال: بصراحة يا أهلوية أنا كنت النهاردة مستمتع جدا جدا بالأداء العالي والمزاج العالي اللي الأهلي كان فيه. الأهلي النهاردة فاز ب3 أهداف على جورماهيا. الأهلي النهاردة بيؤكد للجميع إن هو كبير إفريقيا، وإن إفريقيا دي لعبته، وإن هو فعلا بابا الشغلانة. الأهلي قدر يفرحنا كلنا ويفرح كل الجماهير. بصراحة أنا بستنى والله ماتشات الأهلي، ومستني ماتش الأهلي والزمالك على نار، وأنا فعلا فعلا هبقى محظوظ لأني هحضر ماتش السوبر ما بين الأهلي والزمالك، وأنا متأكد إن الماتش ده هيكون ماتش كبير جدا. على عارف ومتأكد إن الأهلي مش هيفرط في الماتش ده. الزمالك مش في مستواه والله، وصعبان عليا، عمال يعمل صفقات والصفقات ديت ملهاش 30 لازمة ولا هتفرق معاه في أي حاجة. وعايز أقول كمان إن الأهلي بالصفقات اللي عملها والجمهور اللي عنده، وإن هو كمان قادر يسيطر على مجريات الأمور، بيضمن من النهاردة إنه لازم يفوز بكاس السوبر اللي هيتعمل في المملكة العربية السعودية يوم 27. الأهلي النهاردة لما كسب جورماهيا أثبت للجميع إن احنا قادرون وقادرين جدا كمان على الفوز في كل البطولات السنة دي. عملنا شوية صفقات محترمة، ولسه اللي جاي هيكون أحسن. ده في مفاجأة كبيرة جدا بتتحضر من تركي آل الشيخ للنادي الأهلي، هيتم الإعلان عنها قريب جدا. جايب 2 لعيبة من العيار الثقيل، مش موجود زيهم في الدوري المصري إطلاقا، والمفاجأة دي هتسيطر على كل حاجة. الأهلي النهاردة فرحني. أنا أهلاوي وبعشق تراب الأهلي كمان، وبحب اللي بيحب الأهلي، ولكن مش هستنى أي حد يسخر أو يتكلم عليه ويقولك إن الأهلي ممكن يخسر في السوبر الإفريقي. أنا هبقى موجود ورايح وعلى أمل كبير بالفوز. نادي الزمالك معلش لكن مش هيكسب ومش هينفع يكسبنا في السوبر. أنا مش بقلل منه ولا حاجة، ولكن البطولات دي لعبة النادي الأهلي. احنا بس بنبدأ الموسم علشان نحصد بطولات فقط لا غير.